عمرنا فكرنا إزاي ممكن نطلع أقصى إمكانيات من النباتات بتاعتنا؟ السر كله في إننا نفهم الأول هي بتشوف العالم إزاي وبتحس بإيه. القصة بتاعتنا النهاردة عن إزاي الفهم ده ممكن يقلب الموازين ويخلي الحصاد بتاعنا أحسن وأرباحه أعلى. طيب، خلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان غريب جدا في الأول. هو النبات عنده عينين؟ ممكن السؤال يبان بسيط، بس صدقوني إجابته هي اللي هتفتح لنا عالم كامل. وهنا بيجي دور عالم النبات دانيال شاموفيتس اللي لخص الموضوع ده بعبقرية لما قال: النباتات طبعا مش بتشوف صور زينا، بس هي بتشوف الضوء بطرق وألوان إحنا أصلا ما نقدرش نتخيلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الموضوع مش إن النبات بيشوف شكلنا أو شكل الحاجات اللي حواليه، لأ، الموضوع أعمق من كده بكتير. هو بيستقبل معلومات من الضوء ده، معلومات معقدة جدا. الفكرة كلها إن النبات كائن ثابت في مكانه، مش بيتحرك زينا أو زي الحيوانات. ولأنه مش بيقدر يهرب لو في خطر أو يدور على مكان أحسن، كان لازم يطور حواس خارقة، حواس تخليه يحس بكل حاجة حواليه، الضوء، الحرارة، أي تهديد. كل ده عشان يعرف يتأقلم ويعيش. تمام، ودلوقتي خلونا نغوص أكتر في أول جزء معانا، البصر السري للنبات، ونشوف إزاي بالظبط النبات بيشوف العالم ده. بصوا على المقارنة دي. الفرق بيننا وبين النبات في موضوع الرؤية ده عامل زي الفرق بين السماء والأرض. إحنا كبشر بنشوف جزء صغير جدا من طيف الضوء، وعندنا حوالي 4 مستقبلات ضوئية في عينينا عشان نكون صور. النبات بقى ده حكاية تانية خالص، بيحس بطيف أوسع بكتير وعنده على الأقل 11 مستقبل ضوئي مختلف. هو مش بيستخدمهم عشان يعمل صورة، لأ، هو بيستخدمهم عشان يترجم الضوء ده لأوامر، زي الكتالوج كده. إمتى طلع البذرة من الأرض، إزاي يلف وشه ناحية الشمس، إمتى بالظبط وقت التزهير. كل دي قرارات بياخدها عن طريق الضوء اللي بيستقبله. بس في نقطة مهمة جدا لازم نعرفها: مش كل الضوء اللي جاي من الشمس ده حلو ومفيد، بالعكس، في جزء منه يعتبر تهديد خفي، وهو ده التحدي الحقيقي اللي بيواجه محاصيلنا. الجزء الأول والمهم هو اللي بنسميه بار أو الإشعاع النشط ضوئيا. خلونا نبسطها. البار ده هو أكل النبات، هو ده الوقود بتاع عملية البناء الضوئي. من غيره النبات مش هيكبر ولا هيطلع ثمار. ده الضوء المفيد، ده اللي احنا عايزينه كله يوصل للمحصول. أما بقى الجزء التاني اللي هو الشرير في قصتنا فاسمه نير أو الأشعة تحت الحمراء القريبة، ودي بقى عاملة زي الحمى بالظبط. تخيل إن النبات عنده سخونية طول الوقت. دي أشعة حرارية مش بنشوفها، بس هي اللي بتعمل إجهاد رهيب على النبات، بتدمر خلاياه وتخليه يستهلك طاقة ومياه على الفاضي بدل ما يوجههم للنمو والإنتاج. الصورة دي بتلخص كل حاجة. ده طيف ضوء الشمس كامل. الجزء اللي في النص ده اللي شبه قوس قزح هو البار، الأكل بتاعنا. أما الجزء اللي على اليمين النير، هو ده مصدر السخونية والإجهاد. والمهمة بتاعتنا إننا نلاقي طريقة نخلي الأكل يدخل والسخونية تفضل بره. طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ الحل عبقري وبسيط في فكرته: نضارة شمس مخصوص للمحاصيل. تخيلوا كده لو نقدر نلبس المحاصيل بتاعتنا نضارة شمس ذكية، مش أي نضارة شمس بتغمق الدنيا وخلاص، لأ، دي نضارة متطورة جدا، بتعرف تفرق بين الضوء الحلو والضوء الوحش، بتعدي كل الأكل وتحجب كل السخونية. هي دي بالظبط فكرة تكنولوجيا سكند سكاي. وهنا بنشوف الفرق بعينينا. على الشمال ده الوضع العادي تحت أي غطا تقليدي. الحرارة الزيادة أو النير بتدخل مع الضوء وتعمل إجهاد على النبات. أما على اليمين تحت غطا سكند سكاي الوضع مختلف تماما. الغطا ده بيشتغل كفلتر ذكي، بيحجب معظم الحرارة الضارة دي، والنتيجة بيئة أبرد، نبات مرتاح، وكل الضوء المفيد اللي هو البار بيعدي ويوصل للمحصول. السر كله في الرقم ده. تكنولوجي سكند سكاي بتقدر تمتص أكتر من 50% من الحرارة الزيادة اللي جاية من أشعة نير، وفي نفس الوقت بتعدي أكبر كمية ممكنة من ضوء بار اللي هو الأكل. ببساطة كده هي بتفصل الحرارة عن الضوء المفيد، بتدي للنبات اللي هو محتاجه وتحميه من اللي بيضره. طيب، كل الكلام العلمي ده جميل، بس في الآخر إحنا يهمنا إيه؟ يهمنا إزاي ده بيتحول لفلوس في جيب المزارع. وهنا المعادلة بسيطة: إجهاض أقل على النبات يعني ربح أكتر. الموضوع ماشي بالترتيب كده، زي خطوات السلم، خطوة بتوصل للتانية. أولاً بنحجب الحرارة الضارة. ثانياً الإجهاد على النبات بيقل جداً. ثالثاً لما النبات يرتاح استهلاكه للمياه والطاقة بيقل. رابعاً الطاقة اللي اتوفرت دي بتروح فين؟ بتروح للإنتاج، فالمحصول بيزيد وجودته بتتحسن. خامساً ودي أهم خطوة، كل ده بيصب في مصلحة المزارع وبيزود أرباحه. ولما بنسأل المزارعين اللي جربوا التكنولوجيا دي على أرض الواقع، كلهم تقريبا أجمعوا على نفس الحاجات. حسوا إن بيئة الزراعة بقت أبرد، لاحظوا إن النبات بيستفيد من كمية ضوء أكبر على مدار الموسم،
شافوا توفير حقيقي في فواتير المياه والطاقة. جودة الثمار نفسها بقت أعلى. قدروا يطولوا موسم الزراعة بتاعهم. وطبعا كل ده نتج عنه زيادة ملحوظة في المحصول. كل ده كلام جميل، بس مفيش حاجة تثبته أحسن من الأرقام والنتائج اللي على أرض الواقع. خلونا ناخد جولة سريعة في تجارب حقيقية من بلاد مختلفة حوالين العالم. أول محطة لينا هي زامورا في المكسيك. هناك مزارعين الفراولة بيعانوا جدا من الحرارة العالية جوه الإنفاق البلاستيكية. الحرارة دي بتخنق النبات وبتقلل المحصول بشكل كبير. يا ترى إيه اللي حصل لما استخدموا التكنولوجيا دي؟ النتيجة كانت أكتر من ممتازة. زيادة في الإنتاج وصلت لحوالي 5 طن زيادة في الهكتار الواحد، وده لو قارناه بالإنفاق العادية اللي بيستخدموها. طبعا 5 طن فراولة ده رقم يغير حسابات أي مزارع. نسيب المكسيك ونروح على أوروبا وتحديداً أوديميرا في البرتغال. هنا التجربة كانت على محصول التوت، وده بيورينا إن التكنولوجيا فعالة في ظروف ومناخ مختلف تماماً. وهنا النتائج كانت واضحة جدا في نقطتين. أولا، درجة حرارة التربة نفسها قلت أكتر من درجتين، وده معناه إن جذور النبات بقت مرتاحة أكتر. تانيا، ده انعكس على المحصول اللي زاد بحوالي 3 طن للهكتار، برضو زيادة محترمة جدا. آخر مثال معانا بقى من أصعب البيئات الزراعية في العالم من ناحية الحرارة، مدينة العين في الإمارات. هناك زراعة الخيار في الصوب بتعتبر معركة يومية ضد الحرارة واستهلاك المواد. خلونا نشوف التكنولوجيا عملت إيه في الظروف القاسية دي. النتائج هنا بتورينا قد إيه التكنولوجيا دي مهمة، خصوصاً في الأماكن الحارة. شوفوا الأرقام دي. الهدر في المحصول قل بنسبة 62%، استهلاك الأسمدة والمياه قل بنسبة 16%، وفوق كل ده الإنتاج زاد بنسبة 6%. يعني توفير في المصاريف وزيادة في الإنتاج، مكسب من كل ناحية. وفي الآخر لو نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه، لو النبات ده بيتكلم، لو نقدر نسمعه، تفتكروا كان هيطلب مننا إيه؟ أعتقد طلبه هيكون بسيط وواضح جدا: ادوني أكل أكتر وشيلوا عني السخونية. وده بالظبط اللي بتعمله النضارة الذكية دي، بتديله أكل أكتر وحمى أقل.